رفض يكون مليونير وقرر يكمل حياته ويربي عياله بال5000 جنيه اللي بيقبضهم كل شهر. صبري محمد راجل من أسوان اتحول له 2 مليون ونص على حسابه بالغلط، ولما شاف الرسالة بالمبلغ ده مش هتتخيل عمل ايه. يا ترى ايه حكاية صبري، ويا ترى ايه اللي عمله وليه، وازاي رفض يكون مليونير؟ كل ده واكتر هتعرفه معايا في الفيديو ده، فخليك معايا. في الوقت اللي بقى فيه ناس كتير شايفة ان الفرصة ما بتتعوضش، وان اي فلوس تيجي لازم تتمسك بالعافية حتى لو مش من حقك، حصل موقف بسيط لكنه يهز اي حد ويخليك تعيد حساباتك من الاول. الحكاية بدأت مع راجل بسيط جدا اسمه صبري محمد، واللي كان عنده 49 سنة وعايش في أسوان. كان عنده 5 بنات وعايش مع مراته حياة عادية جدا زي اي بيت مصري، في مسؤوليات وضغوط ومصاريف بتزيد كل يوم. على حسب موقع الوطن، صبري شغال مدير الجمعية النوبية لصيد السمك من سنين طويلة، راتبه بسيط يعني حوالي 5 أو 6000 جنيه، وده رقم في الزمن ده مش بيكفي احتياجات أسرة كبيرة بالشكل ده. علشان كده صبري ما كانش معتمد على شغله الأساسي، بس كان بيشتغل كمان في مراكب الصيد، يأجر مراكب ويشتغل مع شريك علشان يزود دخله ويقدر يصرف على بيته ويكفي احتياجات بناته، خصوصا بنته الكبيرة اللي كانت في ثالثة ثانوي ومستنية نتيجة الثانوية العامة وبتحلم تدخل كلية طب، وده كان بالنسبة لها حلم كبير ومصاريفه أكبر. والكلام ده كان من كام سنة. يعني الراجل ده كل يوم بيجري علشان يوفر حياة كريمة لبناته، وبيحاول يعمل اللي عليه وزيادة. وفي يوم عادي جدا زي أي يوم راح البنك علشان يعمل إيداع لفلوس إيجار المراكب اللي كان حوالي 26,000 جنيه و500 جنيه، وخلاص خلص الإجراءات وطلع من البنك وهو فاكر إن كل حاجة تمام. بس فجأة وهو ماشي جاله إشعار على الموبايل، رسالة بسيطة ولكن اللي فيها ما كانش بسيط خالص. الرسالة بتقول إن في حوالي 2 مليون و650 ألف جنيه اتحول لحسابه. رقم زي ده ممكن يغير حياة أي حد، ممكن يشتري بيت ويتجوز بناته ويأمن مستقبلهم كلهم. في لحظة أي حد كان ممكن يفكر ويقول دي فرصة من السماء، أو حتى يسكت ويقول محدش هيعرف. لكن صبري عمل العكس تماما وقال مش هقبل فلوس خالص، ومن غير ما يفكر رجع يجري على موظف البنك قبل حتى ما يخرج من الباب وقال له بكل بساطة حضرتك في غلط، الفلوس دي مش بتاعتي. الموظف اتفاجئ وما صدقش في الاول، وده علشان قليل جدا لما حد يرجع مبلغ زي ده بارادته. الموظف لما راجع الحساب اكتشف ان فعلا في خطأ، وان المبلغ اتحول لحساب صبري بالخطأ، وفي اللحظة دي بدأوا يصلحوا الغلط ويرجعوا الفلوس لمكانها. صبري كان واقف عادي جدا ولا كأنه ضيع فرصة عمره، ولا كأن كان قدامه كنز ومشي وسابه. وبعد ما كل حاجة بقت تمام والفلوس رجع بيته وكمل يومه عادي جدا، وما حكاش لحد حتى الأقرب الناس ليه. حتى أولاده نفسهم عرفوا من السوشيال ميديا، وده بعد ما واحد من صحابه نشر اللي حصل على الفيسبوك، والناس كلها بقت تدعي له، وفيه اللي علق وقال ان مثال نادر للأمانة في الزمن ده. بس اللي هيفاجئك فعلا ان في ناس كتير انتقدته وقالت ده ضيع فرصة كانت هتغير حياته. وعلى الرغم من كل ده صبري كان ليه رأي تاني، واللي كان شايف ان الفلوس مش كل حاجة، وان راحة البال والضمير ما تسويش كنوز الدنيا. الكلام ده سهل يتقال بس صعب جدا يطبق في موقف زي ده. القصة هنا مش عن الفلوس، القصة عن مبدأ واحد اختار ضميره بدل الملايين، اختار راحة باله بدل أي مكسب سريع. وقت ناس كتير بتبرر الغلط بظروفها، الراجل ده ظروفه أصعب من ناس كتيرة ومع ذلك ما غلطش. وده يعتبر درس لكل واحد فينا إن الفلوس ممكن تتعوض، ولكن الضمير لو راح صعب يرجع تاني. في النهاية شاركونا في التعليقات وقولوا لنا لو كنتوا مكان صبري وحصل معاكم نفس الموقف كنتوا هتعملوا ايه؟